بعد ما تفرجنا في العرض الكبير اللي كان موجود في ديربي كازا ما بين الرجاء والوداد، وشفنا الاحتفالات الكبيره متاع الجماهير، استاد كله معبي، جماهير الرجاء والوداد يدوز يعني في ثلاثه دخلات يمين، ثلاثه دخلات على اليسار، وكركاجات كبيره. شفنا تفاعل كبير في صفحات الفيسبوكيه للفرق التونسيه، وكلهم يطالبوا بكون البطوله التونسيه ترجع بالجماهير الزوز. وشفنا بلاغ موحد من جروبات كرة سود الترجي واللي يحكيوا على الديربي القادم اللي باش يكون جماهير النادي الافريقي فقط، يطالبوا فيه كونه علاش نشوفوا المنعرج الجنوبي محلول الجماهير الاسبيرونس، ونشوفوا 5000 ولا 7500 تذكره للترجي الرياضي التونسي. الحكايه هذه صارت قبل في ديربي سابق، كيف شفنا كونوا دربيات قبل حتى في 2016 لعبوا بالجماهير الزوز، وكل ماتش نتاع فينال الكاس نشوفوا جماهير الملعب التونسي والترجي، جماهير النجم الرياضي الساحلي والسي بي، جماهير الموجوده مشيرتين كلهم يحضروا، 15000 على اليمين و15000 على اليسار. يعني التامين الجماهيري في ماتشات كيما هكا ما نصوروش باش يقلق وزاره الداخليه باش تكون حاجه صعيبه عليهم. صحيح ما نكذبوش على بعضنا، العقليه نتاع جماهير الفرق التوانسه نتاعنا عقليه خايبه على الاخر، نشوفوا حتى في المشاكل في المناراجات الشماليه والجنوبيه نتاع فرق تونسيه الكل بينات بعضهم جروبات يتعاركوا، لكن هذا ما يمنعش كونه لازم نصلحوا من عقليتنا ساعه قبل، لازم نطالبوا بحاجات كيما هكا. نشوفوا الفيدراسيون علاش هي وزاره الداخليه يقبلوا العرضيه نتاع الجماهير، شوفوا الجماهير زوز يعديوا ماتشات باهين، ما نشوفوش مشاكل 90 دقيقه فقط، الرابح صح ليه، واللي منهزم يروح على روحه ويعمل عركه في داره في القهوه في اي بلاصه يحب عليها. المفيد ما نشوفوش ضرب وعرك ومشاكل بعد في خروج الاستاد نتاع نهايه المباراه. ونتصور بالقرار هذا اللي باش يتعمل ان شاء الله في الديربي وتوافق عليه ان شاء الله السلطات الامنيه والفيدراسيون، علاش نشوفوا بعد المباريات الكل الفرق الكل من شمال لجنوب تونس الكلهم يستضيفوا بعضهم، ونشوفوا الجماهير في استاد سوسه، في صفاقس، بنزرت، بنقردين، الفرق التونسيه الكل، وان شاء الله الكره نتاعنا تتحسن ونشوفوا وجه باهي. والحاجه هذه كيف اون باراليل باش تحسن حضور الجماهير للمنتخب الوطني التونسي، نشوفوا المنتخب الجزائري كيلعب هو في بلاده، ومنتخب ليبي يلعب في بلاده، كيف المنتخب المغربي ديما ستاد كومبلي مهما يكون توقيت المباراه، كيف نشوفوا حتى في الفرق الجزائريه المغربيه الليبيه نشوفوا كونه ستاد كومبلي نتاعهم، نشوفوا دخلات كركاجات من عالم ومن طراز اخر على الاخر. وما ننساوش كونه تونس هي السابقه في الحكايه هذيا في امور جروبيه الدخلات والكركاج والجو هذاك الكل. ان شاء الله الحكايه هذه تصلح في اقرب وقت، وكان فما شكون ينجم يصلح الحاجه هذه وينجم يرجع الجماهير الزوز موجودين في المباراه، هما احنا يد واحده ناس الكل مع بعضنا، جماهير الشمال حتى للجنوب الكل فرق تونسيه يلعبوا في الشامبيون والشامبيونات الثانيه، لازم الكل يتوحدوا يحطوا اليد في اليد، ونشوفوا ان شاء الله علاش ليه الماتشات يتعداو 90 دقيقه سلامات ما ثم حتى مشكله، وتولي ترجع الحاله العاديه في البطوله التونسيه.